Bismillah. Zulfikar bin Hafiz Agus, Faridah binti Haji Muhammad Ghalib, Aulia Salsabila binti Zulkifli, Hasuna binti Ki Agus Muhammad Salim, Hasan wa Ki Agus Muhammad Zain wa Ki Agus Muhammad Habib, Abna Ki Agus Muhammad Salim, Mutiah binti Haji Yahya, Zubaidah binti Ki Agus Nungci, Muhammad Siti bin Muhammad Saleh, Zairus bin Syarif, Nadir Syah bin Hafiz Nur Sifah binti Haji Usman, Ki Agus Muhammad Salim bin Ki Agus Muhammad Saleh, Haji Usman bin Abdul Habib, Haji Husna binti Haji Abdul Samad, Haji Yahya bin Haji Muhammad Tahir. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة عماتنا عماتكم عمات المسلمين عامة. ثم إلى رسول بابا بهية بنت حسن بكر بن شهاب، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويصلهم برحمته. إن الله تقبل عمل سجسا ساكن إن الله دخل في قبورهم روحا والريحان والبشارة والعنفسة والرضوان وألنت الشفاء من كل داء والأمر والسقم، خصوصا لزهراء سافرة بنت ذوالفقار، وألنت السلامة والعافية التامة في أمر زواج بين مفتاح الجنة بنت ذوالكفل محمد ديكي رمضان بن محمد عمر. أن الله يتلهما السلام والعافية التامة. أن الله يبارك لهما في زواجهما ويتكرم عليهما بالصحة والعافية التامة محفوظ من كل شر ومفيد كل خير. ولا ندي السلام والعافية التامة في السفار محمد سلمان الفارسي بن سفيان. أن الله يتلهما المطلوب السلام والعافية التامة في سفره أوضا سلاما في كل مكان. على نية أن الله يبارك هذا الدار ومن سكن هذا الدار ومن دخل هذا الدار يبارك هذا الجعل هذا المنبع كل خير بدها لها بطاعتك وسنبرتك. إن الله ينور قلوبنا وقلوبنا وزكي أنفسنا وحسن أخلاقنا جميعا أحوال ظاهرا باطنا وعافية وعلانيا السهالة والجمال والسعادة والبركة في كل أمور الدنيا والدنيوية والأخروية مع تمام العناية والحماية وتمام النعمة بالسلامة من كل أذية من جميع الشرور من في خير وقت العافية. وإلى روح الإمام صاحب الرتق والرشاد وغثل البلاد حبيب عبد الله بن محمد الأدار أصول وفريم. ثم إلى روح خصوصا سيد أستاذنا المربي أرواحنا الشيخ يهدي علي عمر طيب بأن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته في الجنة. إن الله يطول عمر أهلي وأولادي وتلامذتي وكلنا جميع في الصحة واللطف والعافية. أن الله يبلغ مقاصدنا ومقاصدهم في أمور الدنيا والدنيوية والأخروية على هدى صالحة مقبولة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر لهم الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقطعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في جلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي
شر الظالمين أسأل الله المسلمين شرف الله شر المؤمنين أسأل الله المسلمين شرف الله شر المؤمنين أسأل الله المسلمين شرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا باري الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا باري الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا باري الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم رضي الله تعالى عن علي الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين أزواج الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم فيه من رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس
في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. إلى روح سيدنا وحبيبه سيدنا وحبيبنا وسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته بأن الله يغفر له ويرحمه ويجعل في الجنة ويحفظه بأسرارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على قبلتهم ويحشرنا في نصرتهم بسرهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لسيدنا وقدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ورسوله وصحبه وجميع ساداتنا علي بعلوي بأن الله يؤدي درجاتهم في الجنة وينور ضرائعهم ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم في الدين والدنيا الآخرة. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويلحقنا بهم بخير ولكن عافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لصاحب الراتب إرسال ووصل البلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائرهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kasih. Al-Fatihah. Al-Fatihah lana wa lakum billahi wa anna la yuhibbu al-sajidin wa rasul al-Qur'an wa rasuluhu wa nabiyina wa muhammadin wa masyayikina wa masyayikun fiddin wal muqaddin wa walina wa awlatina wa awlatina muslimin ajamu bi anna Allah yaghfiru al-akhirina wa yuhibbu jannah wal hajjati wal musafiri wal muzaki wal mujahidin minal muslimin fil barri wal bahri bi anna Allah subhanahu wa yaqulu illa Allah musalimin gharin fi khairin wa afiyatin wa yuslimu amwali muslimin
ويؤتيهم بشر في الدين وتقبل منا ومنكم ويرحمكم ويرزقنا وإياكم حسن قادما اللهم بالخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran wa taala kama yuqaddimu jalalihi wa karim wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa sallam. Amin. 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 نتقال أهل الخير وأحبابنا من كل منة وفتن. آمين آمين يا أرحم الراحمين. آمين 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 آمين. من أوصانا بالله. آمين آمين. وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. آمين 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 آمين. وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا وعنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا وعنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا وعنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد. يا رب خصه الفضيلة. اللهم صل على محمد. يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد. يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد. يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على
salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warhamna jami'a Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waghfir kulla muslim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warzuqna syahada Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi huzna bis sa'ada Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waslih kulla muslim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waghfir kulla muji Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna nazuru Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi tawshana binuri Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi tasami' du'ana Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi la taqta' rajana Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi hifzana wa amana Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waskinna jinana Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ajirna min adabik Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waqtim bil musyafa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya munajjil khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya munajjil khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya munajjil khaifin najjina mimma nakhaf ya Latif lam yazal tubbina bima nazal innaka Latif lam tazal tubbina wal muslimin ya Latif lam yazal tubbina bima nazal innaka Latif lam tazal tubbina wal muslimin ya Latif lam yazal tubbina bima nazal innaka Latif lam tazal tubbina wal muslimin ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi bina ya latif ya alim ya khabir ya Allah ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi bina ya latif ya alim ya khabir ya Allah ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi bina ya latif ya alim ya khabir ya Allah ya hafizu ya hafiz ya kafi ya mu'in ya hafizu ya hafiz ya kafi ya mu'in ya hafizu ya hafiz ya kafi
يا معين يا الله بالتوبة توبة المغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بالتوبة توبة المغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بالتوبة توبة المغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا جزا الله سيدنا محمد أنا ما وعلو جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا جزا الله سيدنا محمد أنا ما وعلو جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا جزا الله سيدنا محمد أنا ما وعلو لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو بإحسان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك التفسير حاجاتنا إليك التفسير حاجاتنا إليك التفسير وأنت عالم بها وبصير وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف مما يخاف منك نخاف مما لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنافك الذي لا يرى وارحمنا 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 يا الله بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حاول حالنا
إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يسر علينا يسرا كما يسرت على كثير من عبادك الصالحين واغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم. Demikianlah pembacaan Rutib Al-Haddad daripada rangkaian malam Arba'in di malam yang ke-11 pada malam hari ini. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan nasihat daripada guru kita semua yang telah hadir bersama kita, Al-Fadil dan Habib Ustaz Syukri bin Ali bin Shahab. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair al khair wa a'anahum 'ala fiqh. Allahumma al khair wa a'inna 'alayh. Allahumma hadza minka bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, ma'asyiral ikhwan, jamaah majlis Rutib Arba'in, jamaah majlis ta'lim Musalla al-Ikhlas rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra. Ya Rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah, Rajabul Ashab, bulan yang kita meminta kepada keberkahannya dalam doa-doa yang kita sering panjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah. Sebetulnya majlis kita adakan di Musalla Al-Ikhlas atau Musalla Kiai Haji Abdul Somad. Namun ada hajat daripada saudara kita Andung yang pengen rumah baru beliau kita berkahi. Diberkahi dengan pembacaan Yasin dan pembacaan Rotib. Alhamdulillah, insyaAllah kita yakin rumah yang dibacakan Rotib pasti mendapatkan keberkahan, pandangan dari Allah, sir rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambahkan dari pembacaan surat Yasin sebelumnya. Kalau rumah-rumah, tempat-tempat yang dibacakan zikrullah akan menjadi mulia di hadapan Allah, menjadi agung di hadapan Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang membacanya tersebut? Al-makan bil maki, itu akan mulia tergantung uang yang tinggal di tempat itu. Makanya rumah-rumah tempat ibadah para awliya Allah itu lebih mulia dibandingkan kubur mereka. Karena di rumah-rumah itulah mereka berzikir, bertasbih, bertahmid, berdoa, bermunajat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan rumah ini bukan hanya malam ini baik macam Rotib, tapi sahib hadaddar yang punya rumah ini mendawamkannya Rotib. Mudah-mudahan setiap hari bisa dibaca dan tidaklah berat kalau kita sudah biasa membaca daripada rombongan jamaah majelis Rotib Arba'in yang dengan dawam setiap tahun memasukkan dalam jadwal itu kegiatan majlis taklim Musalla Al-Ikhlas, majlis salawat dan majlis taklim dalam rangkaian Rotib Arba'in ini. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah, dia salah satunya berbunyi alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fil jasadi wa adina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan memberikan keselamatan untukku dan mengizinkan aku untuk menyebut namanya. Jadi tidak semua orang diizinkan Allah. Nah, kita diizinkan, alhamdulillah.
Ada orang ikhwan tidak pernah nyebut nama Allah, tidak sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ucapan kita dari zikir, tasbih, tahmid dan munajat yang kita lakukan baik dalam Ratibul Haddad ataupun dalam luar Ratibul Haddad menjadi doa-doa yang makbul, yang didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua baca ratib, tapi yang kita dapatkan beda-beda. Perbedaan itu banyak sebabnya, di antaranya kebersihan, keberkahan lisan kita yang kita jadikan untuk menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, bertasbih, bertahmid, beristighfar dan seterusnya. Kedua, yang menyebabkan daripada perbedaan di antara kita mendapatkan bagian dari satu majlis ratib dalam hal ini pada malam hari ini yang kita baca bareng-bareng adalah bagaimana kesiapan adab kita secara zahir dan batin. Ya, ada yang datang ke majlis ratib 40 melok, cuma menjadi sekedar buat dia rutinitas. Mulai dari kemarin sampai malam 11, alhamdulillah anda tak pernah absen hadir terus. Ada yang sampai nanti sudah tembus 30, mengatakan aku 30 hari tak pernah tembus, waktu hujan deras tapi aku mentu, aku hadir tetap. Naam ikhwan, itu suatu kenikmatan. Tapi kita perlu bertanya, hasilnya mana? Dari apa yang kita lakukan dari majlis ratib. Kalau masalah bacaan berpahala itu insya-Allah kita dapat semua. Tapi sir rahasia dari amalan ini yang kita pengen dapatkan. Kalau bacaan, ana baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, antum baca juga. Kita baca la ilaha illallah, antum juga baca. Pahala kita hitungannya sama. Pahala kita boleh jadi sama. Tapi sir rahasia dari yang kita baca ini tergantung bagaimana keadaan hati kita, bagaimana keberkahan lidah kita, bagaimana adab kita ketika kita sedang duduk berzikir tersebut. Maka di situ yang akan membedakan orang-orang mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya habbaza, alangkah indahnya kalau ada di antara kita tahu malam ni aku nak baca Yasin, baca ratib. Dari maghrib tadi dia tak nyentuh apa yang makruh buat mulutnya. Maaf, kalau dia pernah ngerokok, dia tak malah ngerokok. Ngapa? Aku nak baca ratib, aku nak baca Yasin. Minimal itu dari maghrib tak sentuhnya lagi. Lebih hebat lagi dari siang, dari asar tak disentuhnya. Ngapa? Aku pengen memuliakan lidahku yang akan menyebut nama Allah, yang akan membaca ayat suci Al-Quran, bertasbih, bertahmid, membaca Ratibul Haddad dengan kebersihan lidah dari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan bulan Rajab yang merupakan bulan istighfar ini kita mendapatkan bagian pengampunan dosa yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kalimat-kalimat dalam zikir Ratibul Haddad tadi yang memintakan kita kepada Allah agar kita mendapatkan ampunan dosa. Ya, begitu besar hajat kita dari ampunan dosa ini. Imam Abdullah Al-Haddad menjadikan bacaan astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah min khataya bukan 3 kali tapi 4 kali beliau bikin sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah. Sementara zikir yang lain diulangi cuma 3 kali kecuali adzal jalal karam misna al-islam. Karena ini permintaan yang teramat sangat penting, minta agar meninggal husnul khatimah. Ketika kita pengucapan istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah min khataya, kita baca 4 kali. Belum lagi banyak dalam zikir tadi kita pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan antum dan kita semua yang hadir, apalagi insyaallah istiqamah menghadiri Ratibul Haddad ini, benar-benar bukan sekadar hadir tapi mendapatkan banyak keberuntungan, banyak keuntungan yang menjadikan kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita malas-malasan ibadah menjadi semangat untuk beribadah. Yang tadinya kita masih bersentuhan dengan yang makruh, kita tinggalkan hal-hal yang makruh. Kalau yang makruh kita minta kepada Allah agar dijauhkan, apalagi dari yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Sebagai penutup, Ratib Haddad, salawat dan banyak amalan-amalan yang dilakoni oleh para habaib terutama itu boleh-boleh saja dibaca tanpa harus dengan ijazah, tanpa ada sanadnya. Kita tahu di Ratib Haddad karena isinya itu semua sunnah Nabi. Tapi alhamdulillah yang antum dapatkan lewat majlis ratib ini, sanad pembacaan ijazah pembacaan ratib ini jelas sangat indah, musalsal zahabiyah. Ya, dapatkan guru kita almarhum Kiai Haji Al-Arif Billah Ali Umar Thayyib mendapatkan dari guru-gurunya langsung para habaib, Habib Ali Bahsin,
Habib Abdullah Al-Faqih, nyambung lagi ke pucuknya lagi Habib Ali dengan gurunya lagi Habaib, terus sampai kepada Sahibul Ratib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini suatu keberuntungan buat kita mendapatkan ijazah atau sanad dari pembacaan ratib yang bersambung kepada mereka para aulia, para salihin. InsyaAllah baca ratib dengan adanya ijazah itu lebih keberkahannya ketimbang kalau kita mungkin belum dapat ijazahnya. Walaupun sekali lagi baca salawat apapun, salawat Tibil Qulub, Nurul Kasari, salawat Nurul Anwar, apapun salawat antum boleh baca tanpa ada ijazah. Ya, baca Yasin tak pakai ijazah jelas boleh. Tapi ketika kita dapat ijazah dari guru kita, izin untuk mengamalkan suatu amalan, maka itu akan lebih berkah, lebih indah dan lebih menyampaikan kita kepada Allah dan Rasul dan kepada mereka para penyusun doa-doa, munajat-munajat dan ratib dan seterusnya. Mudah-mudahan insya-Allah perjalanan yang baru 11 malam ini akan terus dilakukan sampai selesai 40 malam tanpa ada kendala, dan insya-Allah selalu mendatangkan keberkahan. Bukan hanya rumah yang dibacakan, bukan hanya majlis atau masjid yang dibacakan ratib mendapatkan keberkahan, rahmat pandangan Allah, tapi seluruh lingkungan yang dibacakan, sebagaimana dulu dari kecil kami dengar dari orang tua kami, di mana di situ dibacakan ratib Al-Haddad, 40 hubungan rumah sekitarnya mendapatkan bagian keberkahan tersebut. Kalau yang lain berdapat, apalagi rumah atau tempat yang di situ memang benar-benar dibacakan, apalagi yang maconya. InsyaAllah mudah-mudahan teman kita malam hari ini jadikan saksi kita di hadapan Allah kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada aulia, salihin, dan kelak kita dikumpulkan dengan guru-guru kita dan bersama Sahibul Ratib Abdullah Al-Haddad, yang jelas perkumpulan itu pasti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimakumullah, mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada kemanfaat berkah untuk kita. Sekali lagi kami ucapkan kepada panitia Ratib Arba'in, jazakumullah khair jazak, yang secara istiqamah menjadwalkan untuk mushola Al-Ikhlas masuk dalam rangkaian Ratib Arba'in ini. Dan kami mewakili kanda kita, Kandung, mengucapkan ribuan terima kasih untuk kita semua yang biasa hadir di majlis rutin malam Rabu, salawatan dan juga kitab yang kita baca daripada Khusus Muhammadiyah, dan juga rekan-rekan yang bergabung dalam Ratib Arba'in. Beliau mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kita semua, dan beliau minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penempatan, dalam penyambutan ataupun apapun yang terjadi mungkin kurang kenyamanan pada malam hari ini. Jazakumullah khair jazak. Fa insyaallah taala insyaallah kita istiqamahkan Allah dalam segala kebaikan. Amin Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binti syifa min kulli da' wal amrad was saqam wal alam. Susan liman awsana bi du'a syifa min ikhwanina wa ashabana wa ahbabana. Susan akhina fillah Ustaz Abdul Hasan Asy-Syadzili wa kullu man awsana bi du'a syifa min ikhwanina ashabana Allah yashfihim shifaan ajila shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Thumma nuhdiha nugur thawab adil-gira ila ruh Sayyid Isa bin Ali Al-Habsyi wa Sayyid Muhammad Raihan Aziz bin Muhdar Al-Syatri wal Khubab Al-Syarifah Bahiyah binti Hasan bin Syahab ila arwah walidina wa likum khassa ammatina amatikum muslimin jami'an amma anna Allah yataqabbal minna minkum jami' fi hadha al-ijtima' mubarak fi hadhihi al-qira'ah mubarakah naj'al hadha al-majlis shahidan la alaina jalan alaina nas'aluka al-barakati qira'at maulid Ratib Al-Haddad irfa' anna wal muslimina amma al-bala' wal waba' wal marad was saqam wal alam fitan madar matan waj'alna ya rabbana mutahabina fika mutajalisina fika mutadzakirin fika mahbuban ladaika wa fikna fi ma tarda bi rahmatika ya arhamar rahimin ala hadin kulli salih jalibatan kulli khair dafatan kulli syarr lana wa lakum Allah yubarik hadha ad-dar wa tantam syamah dar bidul akhirah jali khassa wa khassa wa khassa timna lakum sul khatimah fi al-afiyah wa ila hadratin nabi. Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli bi haqqil Fatihah, sirril Fatihah bi haqqi Fatimah wa abiha wa ummiha wa bali ibnaiha bi haqqi ma qara'a min ratibil haddad wa tawalla ma qara'na min surati Yasin wa ghayr dhalika min al-awrat iftahna babal khair waj'alna min khawas ahli khair wa fiqna fi kulli khair ya man waffaqa ahlul khair wa a'anahum alayh fa Allahumma al khair wa inna alayhi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal Allah minkum. Taqabbal ya karim. Kepada para hadirin, dan insyaallah pada kali ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan daripada hajat-hajat kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Untuk malam besok, malam ke-12, rangkaian Rotib Arba'in itu di Musholla Maimunah Jakabaring.